السلام عليكم الاخوان، بخير كلشي مزيان. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم واحد 4 البروتوكولات ان شاء الله الا طبقتيهم وخدمتي عليهم مزيان كون اكيد ان البقره ديالك او البقر ديالك غيوقف من بعد الولاده ب 45 يوم، غيوقف ان شاء الله وغيضرب باذن الله. البروتوكول الاول اللي غنعطيكم وهو التغذيه الجيده. التغذيه الجيده او الماكله بصفه عامه فكتلعب واحد الدور مهم باش البقره ديالنا تكسب صحتها مزيان وتضرب ان شاء الله. التغذيه خاصها تكون متوازنه وتكون متكامله، ويكون خصوص الناس ما كيعتنيوش بالاملاح المعدنيه، والاملاح المعدنيه لها واحد الدور مزيان وكبير. الاملاح المعدنيه الفوسفور، الكالسيوم، البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك كاع هادو مزيانين للبقره وخصهم يكونوا في التغذيه ديالها. بالنسبه للبروتوكول الثاني وهو الصحه ديال البقره. هاد الصحه ديال البقره ندخل فيها انا جوج حوايج. الصحه الجسمانيه ديال البقره كهيكل كيفاش غيبان لك، خصو تكون شويه ما تكونش ضعيفه، ما تكونش كما كنقولوا باللغه العربيه هزيله، وتكون ما يكونش الضلوع ديالها باينين. والثاني هو الصحه ديال الوالده. الصحه ديال الوالده خاص البقره ملي تبغي تولد في واحد البلاصه نقيه ونراقبوها مزيان، تسلا مزيان، نديروا لها واحد الكونترول، نعيطوا للطبيب من بعد واحد 15 يوم حتى ل 20 يوم يقلبها ويشوف الوالده ديالها واش رجعت للنورمال ديالها ولا ما رجعتش، وتقلب مزيان. وديك الساعه الا كان فيها شي مشكل دواء، ما كانش فيها شي مشكل غنحتاجوا ديك الساعه الطبيب من بعد في البروتوكول الرابع. والبروتوكول الثالث وهو المراقبه بزاف ديال الفلاحه ما كيعطيوهاش واحد الدور معين ولا واحد الدور اساسي في هذا النظام ديال تربيه الابقار. فالمراقبه خص البقره ديالنا ديما نراقبوها صباح عشيه، ندخلوا عند الكوري نشوفوها شنو الامور اللي كاينه. وكاين شي بقره اللي كدوزنا مثلا كتوقف وما كنديوهاش فيها، خصوصا مع الناس كيكونوا ملاهين مع الفلاحه ديالهم على برا، وكيكونوا بزاف ديال الامور اللي شاطناهم وشغلاهم. فما فيها باس فاش نجي ندخل الكوري نشوف البقره في الصباح في العشيه. وواحد الحاجه كيكونوا دايرينها بزاف الفلاحه، كيكونوا مثلا اللي عنده جبقرات ولا 3 او حتى 10 لتحت كيكونوا رابطينهم وما كيخليهمش كيتحركوا بزاف. وهذا من بين المشاكل اللي كيوقعوا هو البقره تقدر تكون واقفه وما يرد ليهاش البال. ما بها باس ان البقره ديالنا ملي مثلا تاكل في بلاصتها تكون مربوطه في بلاصتها، ملي تبغي تورد او تبغي تشرب الماء واحد 4 متر مثلا تلقوها وتمشي تشرب الماء وترجع. بزاف ديال الناس كيعيطوا لك في ديك اللحظه كيقول لك اودي راه كانت ساكره ما شفناهاش، ولكن فاش طلقناها باغا تورد ديك الساعه شفناها نقصت على اختها او نقصت على مالين الدار او نقصت عليا او دار شي حاجه. ومن بعد الاخوان الا كانت الماكله ديالها مزيانه وكانت الصحه ديالها مزيان، لا الصحه الجسمانيه ديالها لا الصحه ديال الوالده، وكان المراقبه ديالها كنراقبوها مزيان، هنا غادي نمشيو نيشان البروتوكول الرابع. البروتوكول الرابع هو غادي نعيطوا لشي مختص، طبيب بيطري يجي يقلب لنا البقره يشوفنا ياك ما عندها شي خمول هرموني او خمول ديال المبيض او تكيس ديال المبيض، او عندها شي مشكل اللي يقدر ياثر لنا على ما تبينش الدوره او دوره الشبق او الوقوفيه ديالها. وهنا ديك الساعه عاد غادي نعرفوا واش غادي نعطيوها شوكه وحده او 2 شوكات او 3 شوكات، او نديروا لها هذيك لاباراي اللي كدار في حياتها وندقوا لها ثاني 3 شوكات. حيت بزاف ديال الفلاحه ما كيعرفوش هاد البروتوكولات علاش كيليقوا، حيت كل بروتوكول وعنده الدور ديالو. حيت غير مثلا كيجي عندك كيقول لك دير البقره وتعطلات ما وقفاش، واش ندق ليها الشوكه ولا عطيني شي شوكه بين ندقها البقره راه ما وقفاتش، او بزاف ديال سميتو. وهاد المشاكل الا ما ضبطتيهاش كيعطوك مشاكل من بعد.